السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان الفكر البيئي عند الغربيين. هنلاقي إن كتير من المفكرين الغرب اهتموا بالحفاظ على البيئة، ومنهم ألدو ليوبولد وأخلاق الأرض. هنلاقي إن ذهب ألدو ليوبولد إلى أن جذور الأزمة البيئية هي جذور فلسفية. طالب ألدو ليوبولد بضرورة أن تشمل أخلاق الأرض العناصر الطبيعية كلها، زي التربة والمية والنباتات والحيوانات، أو إجمالا الأرض كلها بشكل عام. هنا ألدو ليوبولد أراد إن هو يغير منظومة فكر الإنسان من كونه إن هو سيد الأرض ومستعمرها لأصبح مواطن زي بقية المواطنين، وعليه إن هو يحترم الأعضاء أو الزملاء اللي موجودين معاه في الأرض. مثال على كده يا شباب زي مثلا قيام أحد الأفراد بزراعة ورعاية النباتات وعمل مأوى للحيوانات، وده من أجل الحفاظ على كافة عناصر البيئة، لأن هو بيرى إن هو جزء من هذه البيئة. تاني واحد عندنا اللي هو هانز يونس، اللي هو صاحب أخلاق المسؤولية وحقوق الأجيال المقبلة. هنا بيرى هانز يونس أن أخلاق المسؤولية بتنبع من أن الإنسان هو الكائن الحي الأكثر وعيا والأكثر إدراكا لضرورة التعاون المتبادل بينه وبين الكائنات الحية في الطبيعة. فالإنسان هو اللي بيستطيع أن هو يدرك المسؤولية ويتحملها، ومن ثم فعليه تحملها، وهذا يفرض عليه الإلزام والمسؤولية الخلقية. هنا يونس أكد على أن أخلاق المسؤولية ينبغي أن تهتم بالمستقبل والدفاع عن مصلحة الأجيال المقبلة. فهنا أخلاق المسؤولية هنا بتشمل عندنا عدم استنزاف الموارد الطبيعية المختلفة عشان نضمن وجود ثروات مادية وطبيعية في المستقبل يعتمد عليها الأجيال القادمة. مثال على كده زي لما قرر الملك فاروق عام 1948 إغلاق منجم السكري للذهب، وهو كان أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، والاحتفاظ به للأجيال المقبلة.